مرة صليت في أحد المساجد والإمام أخطأ في القراءة، وطبعا كنت أنا في الصف الأول، لكن الذي حدث أنه لم تكن عندي الشجاعة أن أصحح لهذا الإمام في الركعة الأولى، يعني قام بخطأ يغير المعنى. وطبعا الفتحة الإمام عنده شروط، منها إخلاص النية، وتأكد من أن الإمام أخطأ، وتأكد من أنك تعرف ما هو الصحيح، وتنتظر سكوت الإمام وكذا. يعني المهم الذي حدث هو لم أفتح الإمام في الركعة الأولى، لكن ما دام لم يفتح أحد قلت في الركعة الثانية لابد أن أفتح الإمام إذا أخطأ خطأ يغير المعنى، يعني خطأ لابد من تصحيح. وفعلا في الركعة الثانية أخطأ، وهذه المرة قلت يعني أتشجع لله، لأنه كل ما كان يخطئ فعليا، يعني أكون صريح معكم، كنت أحس أنه سهم يدخل في قلبي. يعني كيف نحن في الصلاة يعني أمام الله تعالى، طبعا العيب ليس في الإمام أنه أخطأ، شخص عادي يخطئ لأنه إنسان، لكن العيب أنه شخص خلفه يعرف التصحيح ولا يصحح خوفا من الإمام، أو الإمام يسمع التصحيح ولا يصحح، لا يلتفت له، يكمل خوفا من أن ينقص في عين الناس، ولا يقول شخص غير متقن، ولا لأي سبب شخصي. لماذا؟ لأنه النظرة يجب ألا تكون للناس، النظرة هي أننا كلنا هنا واقفون نعبد الله. فأنت تعلم أنه أخطأ، أنت حافظ القرآن وتعلم أنه أخطأ، وتعرف شروط الفتحة الإمام، درستها وفتحت بالطريقة الصحيحة، أنت أديت الذي عليك.